دول اغبى 6 حاجات انتوا بتعملوهم في امتحانات ثانويه عامه بيضيعوا لك مجهود السنه كله. اول حاجه انك بتراجع بعد الامتحان، نص الاجابات اللي بتبقى على النت غلط والنص التاني هبد، فما تراجعش. تاني حاجه انك تقعد تفكر ازاي حليت في امتحان عدى خلاص، والله لو قعدت تحسب 70 سنه مش هتعرف تحسب انت غلطت قد ايه وهتجيب كام، فريح نفسك وركز في اللي جاي. تالت حاجه انك بتروح الامتحان وانت نايم اقل من 6 ساعات، مهما حصل لازم تروح الامتحان نايم كويس. رابع حاجه انك بتروح الامتحان من غير ما تعدي على المنهج كله حتى لو قراءه، الحل لوحده مش كفايه خليك فاكر المنهج، ولو ما راجعتش هتلاقي نفسك بتغلط غلطات نسيان ما كنتش هتغلطها لو بصيت بس على المنهج. خامس حاجه انك بتشغل نفسك باللجنه والمراقبين، المراقب انت بالنسبه له مش اكتر من ورقه في ملف، مهما حصل لا تتخانق مع مراقب ولا تدخل نفسك في حوارات في اللجنه، حط راسك في الورقه ما ترفعهاش غير وانت بتسلم. سادس واخر حاجه انك تجيب اسئله معقده تحلها ليله الامتحان وتضيع فيها وقت، ليالي الامتحان لمراجعه المنهج وحل الاسترشادي والمراجعه على الغلطات، لا بنشوف فيها حصص لايف 7 ساعات ولا شرح للمنهج من الاول ولا بنحل فيها اسئله من المريخ، كل دقيقه من وقتك مهمه، فبطل تضيعها واعرف ازاي تستغلها صح، وما تخافوش وان شاء الله كل اللي جاي يكون احسن.